السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعرف مع بعض طريقة عمل بوريك الأفران أو بوريك المخابز بطريقة سهلة جدا واقتصادية ومتوفرة في بيوتنا، وهنعرف مع بعض البدائل المغذية للمقادير اللي احنا نضيفها في الوصفة، وكمان هنعرف طريقة الحفظ وامتى بالظبط نفرزه ونحتفظ بيه في الفريزر لو عاملين كمية كبيرة. مش قادرة اقول لكم طعمه كان جميل ازاي، حلو جدا وموفر جدا. كل الكمية ديت عاملينها بس من نص كيلو دقيق. قبل كل حاجة يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا بتقول ايه. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، معلقتين كبار سكر ورشة ملح او معلقة صغيرة من الملح. عندي باكو خميرة او معلقة كبيرة من الخميرة، وكوباية الا ربع من السمنة، وزودت بقية الكوباية زيت، يعني ربع كوباية زيت وكوباية الا ربع من السمنة وكوباية مية. هخلط المكونات السائلة بتاعتي الاول. هحط كوباية المية وحطيت السكر والملح وهحط الخميرة. طبعا المية بتاعتنا تبقى فترة او دافية. وكمان هحط الصلصة الاول، هحط معلقة صلصة الطماطم وهخلط المكونات كويس ببعض. بالشكل ده. وبعد كده هنزل بالكوباية الا ربع من السمنة عليها ربع كوباية من الزيت، يعني كوباية الا ربع من السمنة وكملت باقي كوباية بالزيت، وهقلب كويس. وبعد كده هنزل بالدقيق، نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، دوت دقيق متعدد الاستخدامات، ونعجن كويس. هقلب الاول كده، اخلط الدقيق بالمكونات السائلة بتاعتنا، وبعد كده هنسيب المعلقة ونديها نعجنها عجنة كده كويسة ومحترمة بايدينا. لحد العجينة، لازم اي عجينة نعجنها ونديها حقها في العجن علشان تطلع العجينة بعد السوا مخدومة كويس وطعمها كويس. فهعجنها مش اقل من 5 دقايق، يا ريت يبقى اكتر من كده لحد العجينة ما تلم. هي العجينة طرية جدا وطيعة جدا معانا ومش هتاخد وقت في العجن، بس احنا برضو بنديها حقها في العجين علشان تبقى مخدومة معانا كويس. وسبتها بقى على جنب كده حوالي 10 دقايق ترتاح. وبعد كده هقسمها علشان ناخد شكل يعني يبقى البوريك بتاعنا كله حجم واحد. لازم نستخدم الميزان او تحاول ان انت تظبطي العجينة يعني بايديك يبقى الكرات كلها متساوية. انا قسمتها حجم القطعة الواحدة حوالي 20 جرام، من 20 جرام ل22 جرام. دوت كده. انا قطعت كده العجينة بتاعتي كلها، طلعت معايا الكمية ديت 49 واحدة بوريك من نص كيلو دقيق بس. فطبعا بقى يعني شوفوا التوفير، حاجة موفرة جدا. طبعا انا قلت هقول لكم البدايل علشان العجينة تبقى معانا مغذية اكتر. انا ما حطيتش في العجينة بيضة، تقدري تحطي بيضة لو حابة وعايزة تعلي قيمة غذائية. ممكن نستبدل المية باللبن، لبن دافي نعجن بيه، تبقى برضو كوباية. ممكن نحط زبادي. دي كلها افكار تخلينا ان احنا تخلي العجينة بتاعتنا فيها قيمة غذائية عالية. نقدر نحط لبن بودرة، يعني المتوفر عندك في البيت حطيه. بس انا حبيت النهاردة اعملها حاجة اقتصادية خالص ما تكلفنيش ابدا. فانا فردت قطعة العجين بالشكل ده وحشيتها باي نوع جبنة متوفر عندك. تقدري تحشيها مربى، تقدري تحشيها شوكولاتة قابلة للفرد، وبقفلها كويس بالشكل دوت.
وبعد كده بحطها في العجينة على الناحية اللي الناحية اللي من فوق دي انا هحطها في الصينية من تحت، تمام، علشان ما تفتحش معايا، وطبعا نكون مقفلينها كويس. دي بقى الكمية بتاعتي بعد ما خلصت، وركنتها على جنب كده حوالي ساعة تختمر. ودوت اللي احنا هندهن بيه الوش يعني. سائل التغطية عبارة عن مية ومعلقة سكر فقط لا غير. تقدري تحطي بيضة على لبن على فانيليا او نسكافيه مثلا. تقدري تحطي اي سائل تغطية انتي بتحبيه، صفار بيض، اي سائل تغطية انتي بتحبيه. ممكن يبقى لبن على نسكافيه، بس انا حبيت برضو يبقى التغطية كمان اقتصادية، فهي مش اكتر من مية وسكر. ودهنت بيه الوش ورشيت حبة البركة على الوش. وهنا برضو دهنت الوش، وبعد كده حطيت ديت كده الدقة بالشكل دوت كده، رشيت على الوش كله. تقدري ترشي سمسم، تقدري تحطي اي حاجه من على الوش انتي بتحبيها، تقدري تسيبيها ساده براحتك. دخلتها على فرن درجه حراره عاليه، شغال من تحت بس. قعدت حوالي تلت ساعة، وبعد كده لما لقيتها اخدت لون كويس من تحت ولعت الشواية حوالي 5 دقايق. ودوت كده التسوية في الفرن الغاز. ودي كده شكلها بعد ما استوت. لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل وصفاتي الجديدة. وكمان اكتبي لي كومنت برأيك في الوصفة، ولما تجربيها هستنى رأيك اكيد. اهو شكلها فعلا يجنن وطعمها ولا اروع. نفسي بجد تجربوها، وهستنى رأيكم في الكومنتات. طبعا احنا وفرنا نص كيلو دي عمل معانا الكمية ديت. شوفوا بقى في الافران احنا ممكن نجيب الكمية ديت وهتكلفنا قد ايه. الكيلو في الفرن دلوقتي مش اقل من 70 جنيه. احنا عملناها وما تكلفناش اي حاجة، كلها حاجات عندنا في البيت. شايفين طرية ازاي؟ حلوة جدا جدا، تنفع بقى للفطار وتنفع لللانش بوكس وتنفع للعشاء وتنفع نقانق في وسط اليوم. مش هتقول لا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والى اللقاء.